اهلا وسهلا بيكم بحلقه جديده من حلقات ايطاليان بروف. معاكم مينا يوسف، والنهارده حلقه من حلقات الكورس اونو. ما تحركش. اهلا وسهلا بيكم. النهارده هنتكلم على حاجه مهمه جدا جدا جدا. في ناس بتلاقيها صعبه، لكن صدقوني سهله جدا لو ركزنا مع بعضينا. هنتكلم النهارده على le preposizioni موتو الوجو او موتو ان لوجو، يعني البريبوزيسيوني اللي هي الى وفي. الى وفي، الذهاب الى، الحركه الى مكان، والبقاء في مكان. لحسن الحظ هما الاثنين واحد، يعني نفس البريبوزيسيون اللي هستخدمها في الى هي البريبوزيسيون اللي هستخدمها في. اوكي، عمليه سهله خالص. خلينا الاول نرتب او نشوف الايطالي نرتب ازاي الاماكن. عندنا الاماكن الكبيره زي كونتيننتي اللي هي القارات، نازيوني اللي هي البلاد، ريجوني اللي هي يعني زي الجيزه، زي القاهره، منطقه كامله. يعني هي مش موجوده قوي في مصر. في ايطاليا بيقول لك ريجوني اللي هي القطاع، زي لاتسيو، زي لومبارديا، توسكانا كده. عندنا لي مونتانيه الجبال، اللي جراندي ايزولا الجزر الكبيره. دي حاجه الكبيره. طب الصغير، الحاجات الصغيره عندنا تشيتا مدن، القاهره، روما، ميلانو، واي بايزي البلاد الصغيره. دول الحاجات الصغيره. اوكي، الحاجات الكبيره هنا بتاخد ان يعني vado in Egitto, vado in Italia, vado in Sicilia. اوكي، الحاجات الصغيره اللي هي التشيتا والبايزي بياخدوا يبقى vado a Roma او vado a Milano. دول بياخدوا نفس الفكره بتاعت فيه. يعني انا اكون فيرب دي ستاتو. ايه هي الفيرب دي ستاتو؟ خلينا نفتكر ايه فيرب دي ستاتو. افعال البقاء. ايه هي افعال البقاء؟ افعال البقاء زي essere، stare، restare، rimanere. خليكم فاكرينها حلو قوي عشان نستخدمها كتير قوي. فيرب دي ستاتو تاني، افعال البقاء هي essere، stare، rimanere، restare. دي افعال البقاء. افعال البقاء يعني انا موجود او في. بستخدمها برضو مع الحاجات الكبيرة اللي هي قلنا كونتيننتي القارات، نازيوني البلاد، جراندي ايزولا، مونتانيا، ريجوني. الحاجات دي بستخدمها برضو ان في إلى، وإن يعني في. يعني سونو إن إيجيتو، سونو إن إيجيتو أنا في مصر. ريمانجو إن إيجيتو، هفضل في مصر. أوكي، ونفس الفكرة أفعال البقاء مع الشتا والبايزي، مع المدن والبلاد الصغيرة هتبقى يعني سونو أروما، ريستو أروما، ستو أروما. أوكي كده فهمنا؟ حلو خالص. دي كده الحاجات الكبيرة أو البلاد والقارات والحاجات الأكبر. طب نخش جوه البلد بقى. يعني احنا عايشين في الحتت اللي حوالينا دي، فين بستخدم إن وفين بستخدم هنا عكسوا. الحاجات الكبيرة زي، مش قصدي الحاجات الكبيرة، الحاجات اللي فيها غرف. يعني هي مش غرفة واحدة. اوكي، يعني الحاجات اللي يبقى فيها اكتر من غرفة زي المدرسة. المدرسة فيها فصول، فيها سيرفيتسي، فيها حمامات، فيها إدارة، فيها مكاتب، فيها أوضة المدرسين، فيها ملعب، الحاجات دي كلها. اوكي، يبقى الحاجة الكبيرة اللي هي المدرسة هتاخد والحاجات الصغيرة الغرف اللي موجودة في المدرسة هتاخد إن. يعني فصل بياخد إن، كلاسة، بانيو، كورتيلة، أوفيتشو، ديريزيوني، كل ده بياخد إن. إيه مثل تاني؟ عند البيت كازا دي فيها صالة وفيها حمام وفيها بلكونة وفيها غرفة نوم وفيها مطبخ. ككازا دي حاجة كبيرة بتاخد كالحاجات الصغيرة مطبخ وغرفة النوم، الحاجات الباقية اللي موجودة بتاخد إن. أوكي، ونفس الكلام أنا في هاخد
برضو نفس البريبوزيشن اللي بتاخدها إلى. يعني vado a casa، يعني ايه vado a casa؟ أذهب إلى البيت. أو vengo a casa، هاجي البيت. حركة، موتو al luogo، حركة إلى مكان. طيب أنا في البيت، برافو، sono a casa، sono a casa. أو sono in cucina، أنا في المطبخ. طب رايح المطبخ، برافو، vado in cucina. أوكي، فيها حاجة سهلة، في حاجة صعبة لحد ما سهلة. مع التمرين ومع الحاجة هتلاقي العملية سهلة. وقريب قوي هننزل كمان فيديو تمرين للبريبوزيشن al luogo، موتو al luogo، أو stare in luogo. طيب هي دي الحاجات اللي بتاخد إلى بس أو في؟ لا، في حاجة تانية. لما أكون بذهب إلى شخص أو مهنة يمثلها شخص. يعني إيه؟ أنا رايح عند أحمد، أو رايح عند الدكتور. تمام؟ رايح عند الدكتور. الدكتور ده إيه؟ شغلانة مين اللي بيعملها؟ شخص. يبقى رايح عند الدكتور أو رايح عند فلان، باخد دا. يعني أنا رايح عند أحمد، فادو ده أحمد، فادو ده أحمد. طب أنا عند أحمد بقى، ما احنا قلنا نفس البريبوزيسيون، نفس حرف الجر اللي بستخدمه إلى هستخدمه فيه. لما أقول لك مثلا واحد بيقول دوفي ساي، سونو ده أحمد، سونو ده أحمد، فهي فادو ده أحمد، سونو ده أحمد. طب لو رايح عند أي شغلانة، رايح عند الدكتور، رايح عند الميكانيكي، رايح عند الصيدلي، رايح عند الجزماتي، الكالسولايو، أي حاجة، فادو دال دوتوري. ليه هنا دا وهنا دال؟ لما بحط المهنة بحط دا زائد الارتيكولو. اوكي، فلو دكتوري بياخد ارتيكولو ماسكيلي سينجولاري هيبقى دال. تمام. طب دكتورة، فادو دالا دكتوريسا. ليه دالا؟ عشان دكتوريسا فيمينيلي بتاخد لا، فدا بيولا بتبقى دالا، ودا بيويل بياخد دال. اوكي. طيب انا عند الدكتور، sono أو rimango أو sto، فيرب أفعال البقاء. sono dal دكتور، هي مش هتتغير. يبقى كده قلنا في إن بتاخد continenti، ريجوني، بتاخد نازيوني، بتاخد مونتانيه، بتاخد جرانديزولا، وفي الحاجات الصغيرة بتاخد الغرف. اوكي. وعلى فكره في الغرف لما نقول صيدليه، زمان فكره الصيدليه هي غرفه، الجزار هي غرفه، فارماتشيا، ماتشلريا، اي حاجه بتنتهي بايا. فبالتالي كل الحاجات اللي بتنتهي بايا هي بتعتبر حاجات صغيره. فارماتشيا، ماتشلريا، كل الحاجات من هذا النوع يعني. بروفوميريا، كارتولريا، الحاجات دي كلها بتنتهي بايا، ده يعتبر من الحاجات الصغيره من الاماكن. طيب كده عرفنا قلنا البايزي والشتا، وقلنا الحاجات الكبيره او المؤسسات الكبيره او البيت او اي حاجه فيها غرف صغيره. وبعد كده قلنا ده لما اقول لشخص رايح عند شخص معين، رايح عند فلان، او رايح عند شغلانه بتتمثل في شخص، دكتور، مهندس، الحاجات دي كلها. طيب ايه اخر حاجه؟ مع فيربو بارتيري. فيربو بارتيري يعني يرحل او يسافر. يرحل بس هو ادق، يرحل. انا هسافر او هرحل الى مكان معين. هرحل الى مكان معين بتاخد، هي الوحيده بتاخد بير. لما اقول لك فادو، او مش فادو بقى، هنا بارتو بير روما. بارتو بير روما يعني ايه بارتو بير روما؟ هذهب او راحل الى روما. بارتو بير روما. بارتو بير لإيطاليا، هرحل الى ايطاليا. وهنا في حاجه مختلفه، انا قلت روما وما قلتش ارتيكولو، قلت ايطاليا وقلت ايه؟ برافو، حطيت الارتيكولو بير الا apostrophe ايطاليا، او بارتو بير ليجيتو، او بارتو بير لي ستاتي اونيتي. حلو. طب ليه؟ كل الحاجات اللي بتاخد ان، البلاد، كونتيننتي، ريجوني، جرانديزولا،
بحط ارتيكولو مع بير. اوكي، ف parto per la Sicilia grandi isole, parto per la Sardegna di برضو grandi isole, parto per la Francia دي بلد بتاخد ان فبحط ارتيكولو. اوكي، بس للمدن ما بحطش ارتيكولو. بحط ارتيكولو امتى؟ مثلا القاهره، هي اسمها القاهره، الكايرو، هي اسمها اصلا الكايرو، فده لازم يكون موجود، ده اسمها باي ديفولت. يا رب تكون عجبكم. راجعوا تاني الفيديو، اسمعوه مره واتنين، ده مهم جدا جدا جدا، ومهم جدا ان اكون عارفه وفهمه كويس عشان اقدر اكمل. تابعوا معانا، تابعوا الفيديو، تابعوا الفيديوهات الجايه هنكمل فيها. يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للقناه، وان شاء الله يوم بعد يوم نكتر الفيديوهات. وعايز اعرف منكم اسئلتكم، اعملوا جمله واكتبوها في الكومنتات. alla prossima volta e arrivederci.